يا أهلا بيكم في حلقة من حلقات توم، وهنتكلم إن لازم نعلم ولادنا الرياضة. يا دكتور، حضرتك بتكتب أحسن أدوية في الدنيا، بس يا ريت وسط الروشتة تخلي الرياضة بند أساسي. الطفل اللي بيمارس رياضة مش بس جسمه بيبقى أقوى، ده تركيزه وتحصيله الدراسي بيزيد الضعف. الرياضة هي الوقاية الحقيقية اللي بنعلمها للعيال من صغرهم. ويا ست الكل، عارف إن الجدول زحمة بين دروس ومذاكرة وتمارين، بس صدقيني، الساعة اللي ابنك بيقضيها في الملعب هي اللي بتفرغ طاقته السلبية وبتبني شخصيته. الرياضة بتعلمهم النفس الطويل وإزاي يقوموا بعد الخسارة، ودي أهم مادة مش موجودة. يا جماعة، إحنا مش بنخرج أبطال أولمبيين وبس، إحنا بنبني جيل صحته النفسية والبدنية سليمة. الرياضة استثمار مش تضييع وقت. علموهم الرياضة النهاردة، يشكروكم عليها العمر كله. الرياضة مهمة جدا في حياة ولادنا، ما تكونش واخد الموضوع بالمستحيل. ممكن يكون عند ابنك موهبة انت ما تعرفهاش وتغير حياته. مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. ونضرب مثال بمحمد صلاح اللي كان من أسرة متوسطة. دمتم بصحة ونتقابل الحلقة الجاية.